شويكار كانت حاسة بقرب أجلها. فرقت الفنانة شويكار الحياة سنة 2020 بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة اتسببت في رحيلها بعد 3 أيام قضتهم في المستشفى. طب إيه تفاصيل الأزمة الصحية اللي أصابتها؟ وليه رفضت مستشفى كبيرة تستقبلها؟ وإزاي كانت بتسمع فؤاد المهندس بيندى عليها؟ وإيه هي وصيتها الأخيرة لبنتها الوحيدة؟ كل ده هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. رحلت الفنانة شويكار عن عالمنا يوم 14 أغسطس سنة 2020 وكان عمرها وقتها 82 سنة. وتعرضت شويكار قبل رحيلها بسنوات قليلة لحادث سقوط اتسبب في إصابتها بكسر في الحوض، وعملت عملية جراحية في الحوض، لكن العملية فشلت ومنعها الدكاترة من السفر للخارج بسبب خطورة حالتها اللي ما كانتش تسمح بركوبها الطيارة. وتسببت العملية دي في مشاكل كتير في الحركة، وده كان السبب في إنها ما كانتش بتحضر أي مناسبات أو فعاليات فنية في آخر سنين ليها. وقبل رحيلها ب3 أيام اتعرضت لأزمة صحية مفاجئة وحست بمغص شديد في معدتها، فاقترحت عليها أختها إنها توديها المستشفى، لكن شويكار رفضت وقالت لها إنها أخذت فيتامينات كتير خلال الأيام اللي فاتت، وتوقعت إن ده اللي تسبب ليها في مغص وإن الوجع هيقف مع الوقت، لكن ده ما حصلش والوجع زاد عليها جدا. في اليوم التاني قررت أختها تنقلها فورا للمستشفى علشان تطمن عليها، وهناك الدكاترة شكوا في إصابة شويكار بفيروس كورونا، لكن النتيجة طلعت سلبية، ومع ذلك رفضت المستشفى تستقبلها بسبب وجود أكتر من حالة مصابة بالفيروس. واتنقلت شويكار لمستشفى تانية في منطقة الدقي، واللي اكتشفوا إصابتها بالتسمم في الدم بسبب انفجار المرارة، ودخلت في غيبوبة، والدكاترة دخلوها العناية المركزة وحطوها على جهاز تنفس صناعي، لكن فرقت الحياة بعد 8 ساعات. وقالت بنتها الوحيدة من طريقها إن والدتها شويكار قالت لها قبل رحيلها إنها مش عايزة تروح المستشفى علشان كانت حاسة إنها لو راحت مش هترجع البيت تاني، وفعلا كلامها اتحقق. أما بقى عن وصيتها ليها، قالت إنها وصيتها إنها ما تعملش عزا، وقالت إن السبب هو إن مش عايزة تتعب حد، خاصة إن فيروس كورونا كان بدأ ينتشر بشكل كبير في مصر. وقال محمد فؤاد المهندس ابن الفنان الراحل فؤاد المهندس إن شويكار كانت حاسة بقرب أجلها، وقالت له قبل رحيلها بأيام قليلة أنا حاسة إني قريبة من الموت وشكلي كده مش هعيش كتير. وأكد إن شويكار كانت دايما بتفتكر والده فؤاد المهندس في أواخر حياتها، وكانت بتحلم بيه كتير جدا بسبب حبها الشديد ليه. وقال إنها كانت دايما بتقوله أنا حاسة إن فؤاد حبيبي بينادي عليا وبيقولي تعالي عندي. قولولنا بقى في التعليقات إيه أكتر عمل فني بتحبه لشويكار وفؤاد المهندس.